جماعة لو أي حد محتاج أي حاجة من المرور، أي حاجة كلموني. مش عارفين ايه السبب اللي يخلي واحدة تطلع وتتفشخر بعلاقتها المزعومة مع حد في المرور عشان تقول أي حد عايز حاجة من مرور أكتوبر يكلمني. بنتي مين انتي في مصر عشان تتباهي كده وواثقة من نفسك إن بعلاقاتك اللي محدش يعرفها تقدري تخلصي لحد رخصة أو أي حاجة في ظرف ربع ساعة وهو قاعد بس في التكييف؟ واحدة صانعة محتوى طلعت في فيديو تقول الكلام ده وبتدعي إنها ليها علاقات تخلص لأي حد مصلحته في مرور أكتوبر بالأخص وهو قاعد في التكييف في خلال ربع ساعة. كل حاجة هتخلص، مهم يكلمها الأول وينسق معاها ويتفق على المعلوم. هي طبعا مش مستوعبة قوة القانون وقوة اللي بينفذوا القانون من رجالة وزارة الداخلية اللي في ظرف ساعات كانوا جايبينها وقابضين عليها عشان يعرفوا مين دي. وليه بتقول كده؟ لأن الكل سواسية ومحدش فوق القانون. وزارة الداخلية طلعت بيان وكشفت ملابسات مقطع الفيديو ده، قالت إن دي سيدة بتدعي قدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج تراخيص القيادة والتسيير للمواطنين في لهجة بتوحي بتجاوز القانون. الداخلية أكدت إن بالتحري تم تحديد وضبط السيدة القائمة على نشر الفيديو، وتبين إنها بلوجر وصانعة محتوى وبتقيم بدايرة اسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة. وبمواجهتها أقرت بأنها ورا الفيديو المتداول واعترفت بادعائها الكاذب عن تقديم خدمات غير قانونية لتسهيل استخراج الرخص، وأكدت إن هدفها كان جذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة في إطار جهودها لمواجهة الشائعات والمحتوى المضلل الذي يستهدف إثارة البلبلة وتضليل المواطنين.